واحد السؤال خطير. واش عمرك دخلتي صفقه وكانت الاناليز ديالك صحيحه ولكن الحساب ديالك تحرق؟ المشكل غالبا ماشي في الدخول، المشكل في بوزيسيون سيزين. اليوم غادي نهضروا على واحد من اخطر واهم المواضيع في التداول، هو البوزيسيون سيزين. مرحبا معكم القطار والفيديو الثاني من سلسله ريسك مانجمنت. اليوم غادي نركزوا على بوزيسيون سيزين، كيفاش تحدد الحجم صحيح ديال الصفقه باش تحمي الكابيتال ديالك، وحتى وإذا خسرتي في السوق خسرتي تبقى في السوق. ونجاوب واحد تاني على واحد الميساج كومونتير واللي قال لي واحد قال لي في الفيديو راك كتلعب شويه. لا شباب، هي في ديك الفيديوهات كنت عيان واحد شويه. مهم، وهذه يلا رجعت اليوتيوب، يعني راه ما يمكنش ندير واحد النقزه كامله من نبدل المحتوى ونرجعوها كاي بالسكريبت ونرجعو بمينياتور وعنوان. يعني النجاح كيبغي خطوه بخطوه، ما كيبغيكش تطلع في بوستر، هذاك الشيء ما كاينش، خليه. فانا جاوبت هنا باش حتى الناس اللي يكونوا لاحظوها نجاوب في خطره. فكما قلت، حتى الا خسرتي تبقى في السوق. شنو هو البوزيسيون سيزينغ؟ بوزيسيون سيزينغ هو شحال من الفلوس داخل بهاد الصفقه، في التريد كامله، ماشي واش دخل باي ولا سيل، ولكن بشحال دخلتي. تخيل عندك دابا واحد القرعه ديال الماء، الا شربتيها كامله في مره واحده غتسالي، والا شربتي غير شويه كل مره غتبقى معاك مده طويله. تشرب غير شويه من الكابيتال ديالك في كل صفقه غادي تبقى واحد المده كبيره في التريدينغ اللي اعوام واعوام وخدام مزيان. فكنزيد نوضح هذا المثال اكثر. بحال واحد عطينا له ساكن، عطينا له يسكن في شي بلاصه ولا شي غواصه من تحت الماء، وعطينا له واحد الماء اللي كافي له المده ديال 3 شهور. ما كافي مده 3 شهور، ما كيضيع ما والو. ولكن الا قبض مثلا هو ما كينشربو في خطره كامل في سيمانه، يعني ديك 3 شهور غادي يموت، ما غاديش يبقى. فبلاتي من الاحسن ادابتي الانسان. وهذا الشيء اللي كنعطي في هذه السلسله الذي يقدر يعاونك باش تبني واحد الحاجه ديالك. لان ريسك مانجمنت باش كنخدم انا كما قلت ماشي هو باش كتخدم انت، الا عطيته لك كيمارجنك، لان كتبدل الكاركتير، كتبدل بزاف د الحاجات، المونطال، الكابيتال، استراتيجي باش كنخدم، ماشي في تريدينغ باش كنخدم هنايا. فهادشي يعني من الاحسن حاول تكون واحد الحاجه ديالك مع الوقت. اغلب التريدر كيركزوا على الاونطري، وقليل اللي كيركز على الحجم ديال الدخول ديالو، وهنا فين كيبدا الدمار. يعني علاش بوزيسيون سيزين خطر من الاونطري؟ تقدر تكون محلل مزيان ولكن الحجم الصفقه كبير بزاف، صفقه واحده كافيه تدمرك. مثال ذهني نعطيه لك. عندنا جوج ديال التريدر عندهم نفس الدخول، واحد دخل ب1%، واحد دخل ب20%. السوق دات تصحيح بسيط، وهذا يبقى مكالمي، وواحد خرج مفلس ومدمر النفسيه ديالو والكابيتال ديالو. كيفكر منين نجيب الكابيتال عاوتاني؟ هنا كنهضروا على واحد الانسان اللي باغي يدير الفلوس بزاف بالتريدينغ. هنا فين كيخدم بوزيسيون سيزين. يكون عندك تي بي كبير وستوب لو صغير، ولكن ادابتي راسك، تكالما، تهدن، قول تريد فين غتديني، فاش تكون، كيفاش غندخل فيها، وعلاش غادي ندخل فيها، شنو هو الاسباب. بزاف ديال الحوايج، ماشي غير ندير داكشي. ديما عطي وقت لراسك. واحد القاعده ذهبيه، تقدر تكون تريدر مزيان، ولكن الا دخلتي بحجم كبير بزاف في صفقه واحده قادر تحيدك من السوق. تريدر محترف ما كيسولش شحال يربح، كيسول شحال يقدر يخسر ويبقى واقف. واحد القاعده بسيطه، في كل صفقه خسراتك خاصه ما تفوتش 1% حتى 2% من الكابيتال. يعني شباب، بالنسبه ل 1% ولا 2%، حاول تطلع شي شويه، تخلي 3%، باش شوف كل ما كان ريسك كبير كل ما كان ربح كبير. انا كنعطيك باش تبني واحد امبراطوريه ديالك انت. حاول تبدا هكا، يبدا موفمون، ومع الوقت غتبقى غادي بنفس التكنيك ونفس الديسيبلين، استمراريه، وداك الشيء كامل تكون بزاف ديال الحوايج نتاعك ان شاء الله باذن الله. كما قلت، كتحدد ستوب لوز، كتحدد شحال مستعد تخسر، ومن بعد كتحسب الحجم ديال الصفقه. واش غادي تحيدك من السوق، ولا انت اللي غادي تحيد ديك الفلوس من السوق. هنا كتبان بوزيسيون سيزين ما كيجيش بالعاطفه، كيجي بالحساب. واحد المثال عملي بسيط، خليني نعطيك واحد المثال بسيط على الكابيتال ديال 10,000 دولار. ريسك 2% كيساوي 200 دولار، ستوب لوز 50 بيبس. بوزيسيون سيزين خصك تحسبه. ولكن شوف، باش نخرج شويه على الموضوع ونكون واقعي هنا، راه 50 بوان
الا ديرها باش غادي تخسر 200 دولار، لا ندير مثلا 200 بيبس نديرها في 20 بيبس، 200 دولار نديرها في 200 بيبس، 200 دولار نديرها في 20 بيبس 200 دولار نديرها في 20 نقطة، ويكون عندي ندخل بلوت كبير شويه، لوت واحد كاكزومبل، وندير به التارجت ديالي واحد 150 بيبس. انا غنخسر شويه في واحد الزون صغيره، ولكن في موفمون متوازن. يعني الا ندخل في الانتراداي خصني نخدم هذا الموفمون، ولكن تكون تريد نقيه بحال ندخل في نيويورك. يعني انا الصراحه ما كنعيش بزاف هاد 2%. تقدر ديرها في البدايه، واه دير هادشي في البدايه، ولكن مع الوقت تكون واحد الحاجه ديالك. مثلا كنعطيك دي موفمون كيفاش كنخدم، واللي كيقدروا الحمد لله والشكر لله يوصلوني لداك الشيء، ولا لديك السيت، داك الشيء اللي غادي يقدر يوصلني ليه. الا كنت تخسر 200 دولار في 50 نقطه راه ما بلان الصراحه. المهم خصك تحسب بوزيسيون سيزينغ. الا ضرب ستوب بلوز غتخسر غير 20 دولار، غير 200 دولار كاكزومبل. دابا حتى الا خسرتي 5 صفقات ورا بعضهم راك باقي واقف في الزون. يعني الا خسرتي هاد 5 ديال لي تير يلاه خسرتي 10%، 10% راك مازال واقف، اللي هي كتبقى لك مثلا 9000 دولار، وكتكون خسرتي مثلا 1000 دولار، راك مازال مستمر معانا. شوف الفرق بين الفرق ديال بوزيسيون سيزينغ بين تريدر، وكاين تريدر كيبقى سنوات في السوق، وتريدر كيمشي في الشهر. السوق ما خاصوش يرحمك، انت خاصك تحمي الكابيتال ديالك. باش تحميه تكمل ريسك مانجمنت ديالك، بوزيسيون سيزين، ستوب لوز، كيفاش نلقى التيك بروفيت عاوتاني، كيفاش ندير ريسك ريورد، كيفاش ندير وين ريت. يعني نادابتي هادشي كامل ان شاء الله باذن الله يكون هادشي في السلسله. يعني هذه بمثابه فورماسيون على ريسك مانجمنت، وراه غادي يكون فورماسيون على الموني مانجمنت والاسرار عاوتاني ديال التريدينغ، وتكون فورماسيون على البسيكولوجي، فورماسيون على المايند سيت. خلي لي شنو السلسلات اللي بغيتي يكون ان شاء الله باذن الله في التريدينغ، ومن بعد تنسالي هذا الشيء، ونشوفكم تقريبا الناس اللي تبعوا هاد لي بلاي ليست. غادي نبارطاجي معكم كيفاش تولي تاناليزي مزيان في الماتش. في الفيديو الجاي غادي نهضر على ستوب لوز، وعلاش هو الدرع الحقيقي ديال الحساب ديالك. يعني ستوب لوز خصك تشوفهم بحال واحد المثابه، واحد المزرعه غادا كتحرق، وعندك واحد الفيرما تبارك الله كبيره. واش تخليها تحرق كامله ولا تنقد ديك الزون اللي مازال ما تحرقاتش؟ هذا هو البلان. يعني ادابتي لي زون ديالك، حاول ديفلوبي ديسيبلين، تعطي له في هذيك الامباكت، لان الديسيبلين هو واحد المهاره تحاول تطورها كل نهار. ادابتي راسك مزيان، قيد هذا الشيء. بغيتك نشوف في الفيديو ديالي كنبغيك تفهم ماشي تحفظ، كنبغيك تفهم معايا ماشي تحفظ. اما الا جيت نقول لك بوزيسيون سيزينغ هو كابيتال، الا دخلتي بواحد لي تريد عكس هكايا غتخسر الكابيتال، ولا دخلتي بواحد متوازنين ودرتي واحد ريسك خفيف صافي انا ساليت الفيديو. لا انا كنبغيك تفهم، ما كنبغيكش تحفظ. دير واحد لايك، سبسكرايب، كومونتير. شنو هو اكبر غلط درتيه في بوزيسيون سيزينغ؟ بغيتك تخلي لي هذا الميساج في الكومونتير. الا عجبك الفيديو راه القناه كامله مبنيه على هذه العقليه. تريدينغ قبل ما يكون ارقام راه عقليه ونفسيه.